السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أسرار المطبخ المصري. النهاردة إن شاء الله هنعمل بقى كيكة سريعة وسهلة وسريعة كده ومش مكلفة، وكمان كيكة يومية. بصوا الكيكة عاملة ازاي، اسفنجية خالص على الآخر، والمسام بتاعتها بسم الله ما شاء الله حاجة كده تحفة تحفة تحفة. خليكي معايا لآخر الفيديو عشان تعرفي الخطوات. بصوا قطنية وحلوة جدا، والمسام بتاعها مفيش ولا فراغات ولا محروقة من تحت ولا من فوق ولا من أي حتة. يلا بينا على طول نبدأ الفيديو ونسمي بسم الله ونقول اتعملت دي ازاي. الكيكة الجميلة جدا دي بحاجات بسيطة جدا هتعملي أحلى كيكة للولاد. يلا بينا على طول نبدأ الوصفة ونسمي بسم الله. عندنا المقادير بتاعه الكيكه سهله وسريعه ومش مكلفه. عندي هنا كوبايه من اللبن، وكله بدرجه حراره المطبخ، مش عايز حاجه من التلاجة خالص عشان ما يخرص معاكي وتطلع معاكي فيها فقاعات صغيره كده وفيها فراغات. اهم حاجه الحاجه تكون كلها في المطبخ. كوبايه لبن، عندي كوبايه سكر، والسكر على حسب التحليه بتاعتك، لو انت عايزه تزوديها يبقى انت حطي لها ربع كوبايه تاني. عندي كوبايه الا ربع من الزيت، وكوبايتين من الدقيق، تمام. وبودر، 1 كيس بيكنج باودر اي نوع عندك، و2 كيس فانيليا دريم. هعملها بطعم البرتقال، تحفه بطعم البرتقال، حلوه جدا جدا. وعندي 5 بيضات، تمام. يبقى كده المكونات بتاعتنا. يلا بينا على الخلاط على طول، وهناخد كمان معلقه صغيره من الخل. عندي في الخلاط بسم الله عندي 5 بيضات. حطينا في الخلاط 5 بيضات، هنحط عليهم كوبايه من الحليب اللبن. عندي كوبايه من السكر، كل المقدار بنفس الكوبايه ونفس المعيار. عندي 3/4 كوبايه من الزيت. نوع الزيت اهم حاجه يكون كويس عشان ما يديكيش بس الريحه والطعم بتاعت الكيكه ما تكونش كويسه. وعندي كيسين فانيليا دريم برتقال، نحطهم. بص اللون هتدي صفار حلو جدا للكيكه. عايزه تزودي، هنا عندي بقى الكوبايتين من الدقيق، هنخلهم بس عشان ايه ادخل فيهم هوا. لازم تدخلي فيهم هوا كويس جدا. دي اول كوبايه، وعندي تاني كوبايه اهي. وعندي كمان البودر، كيس البودر هنحطه كده كله مع الدقيق، وهحلله معاهم. هقلب كله الاول علشان الكيكه ما تطلعش عاليه من ناحيه وواطيه من الناحيه التانيه. لازم تتقلب المواد جافه مع بعض. عندي اللي في الخلاط اهو المقدار بتاعنا اللي في الخلاط. انتي نازله بيه كده اضربيه، كل المواد السايله مع بعض نزلت بيها على الدقيق. سهله وسريعه جدا، تتاكل بقى مع الشاي، تتاكل لوحديها كمان، حلوه جدا. وريحه البرتقال تحفه، الفانيليا البرتقال حلوه جدا فيها. هنقلب بقى كويس جدا. لحد ما يدوب معاكي الدقيق. بصي هي محتاجه نص كوبايه من الدقيق، يعني طبعا الكوبايه ما كانتش مليانه قوي. عندي نص كوبايه من الدقيق، هنخلها برضه عشان تبقى كلها واخده هوا، ميبقاش فيها حاجه مكتومه. وهقلب بقى
كويس. بس كده ظبطت حلوه قوي. ما تقليش اكتر من كده عشان ما تبقاش معاكي مكتومه. عندي صينيه مقاس 26 اللي هي في النص، المقاس الوسطاني. عندي بصوا الكيك عامله ازاي اهو. هننزل بالمقدار كله. فانيليا البرتقال دي عملت بيها البسكوت بتاع العيد، كان تحفه جدا. ريحه وطعم وقوام حلو جدا جدا جدا. بتخلي الحاجه فعلا ريحتها برتقال وطعمها كمان برتقال. تمام كده. عشان بس الفراغات. تمام. هنحطها بقى في الرف الوسطاني في الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما تستوي بقى، ونشوفها الشكل النهائي بتاعها هيبقى عامل ازاي. بصوا بقى الكيكة بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن وسبتها هدت شوية، يعني هي لسه برضو ايه سخنة. بصوا هنيجي بقى نقطعها ونشوف. بصوا كده ما تقطعهاش وهي سخنة زي ما عملت انا كده، بس انا عشان مستعجلة طبعا عشان التسوية والكلام ده، فانتي ما تعمليش الغلطة دي. سيبيها تهدى خالص، بعد كده قطعيها براحتك. بس بصوا ما شاء الله العلاوه بتاعها حلو جدا. بصوا يا جماعه الطراوه والسمك بتاعها انا مش قادره امسكها عشان سخنه. بس ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر، حاجه كده تحفه تحفه تحفه، اسفنجيه على الاخر. بصي القوام اهو زي ما قلتلك. بصي بقى المنظر، بصي عامله ازاي، حلوه جدا جدا جدا. اعمليها بالطريقه دي، طريه وحلوه قوي قوي قوي، وكمان ريحه البرتقال تحفه تحفه تحفه. يا رب يكون نال اعجابكم الفيديو بتاع النهارده، واستنوني الفيديوهات احلى واحلى ان شاء الله، واترككم في رعايه الله. بس ما تنسوش لايك وشير للفيديو، وننزل نفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من عندي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بصوا بقى من جوه قبل ما اقفل، بصوا السمك بتاع الكيكه تحفه بصراحه ما شاء الله عليها. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.